وكافة الشخصيات الذين أو التي حضرت حيد الميكرو يا صاحبي. اللقاء. كل التنظيمات التي حضرت لهذا اللقاء وكل المواطنين وكل الفعاليات أحييهم وأعتز بمواقفهم المشرفة والنبيلة. كما تعلمون اليوم جلسة محاكمتي أمام محكمة ابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة من طرف البرلماني في هذه المدينة يونس بن سليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. اليوم كانت الجلسة، أحيي هيئة الدفاع التي حجت من كل هيئات المحامين بالمغرب لمؤازرتي ودعمي في هذه القضية أمام المحكمة، والتي قررت تأجيل الملف إلى غاية 31/10 لإعداد الدفاع. في الحقيقة هي ليست قضيتي، ليس الأمر لا يتعلق بملف شخصي، بل الأمر يتعلق بقضية مكافحة الفساد. الأمر يتعلق بمعركة تخليق الحياة العامة. الأمر يتعلق بالنضال من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء دولة الحق والقانون. إذن هذه الشكاية هي تعكس قطبين في المجتمع: قطب يناضل من أجل مناهضة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب والإطراء غير المشروع، وقطب آخر مستفيد من هذا الوقت، قطب آخر يرى في السياسة غنيمة، يرى في مواقع المسؤولية فرصة لخدمة مصالحه ولمراكمة الثروة ولتأجيل الديمقراطية وتأجيل حلم المغاربة في بناء دولة الحق والقانون. وقطب آخر، هذا صراع تاريخي، وقطب آخر يرى أن المغرب لكي يتقدم ولكي يتطور ولكي يرفع كل التحديات والرهانات لابد أن يساهم أو أن يقوم بإصلاحات جوهرية مؤسساتية وسياسية ودستورية وقانونية قادرة على القطع مع مغرب أو مع شعار مغرب يسير بسرعتين. الذي جعل المغرب يسير بسرعتين هو سيادة الفساد، هو سيادة الرشوة، هو سيادة الريع، هو سيادة الإفلات من العقاب، هو وجود نخب سياسية وحزبية ومسؤولين يرون أن المغاربة لا يستحقون بعد أو غير مؤهلين بعد لينتقلوا إلى الديمقراطية. يرون أن المغاربة لكي تستمر هذه الفئات وهذه المراكز في خدمة مصالحها يرون بأنه لا بد من تأجيل الإصلاح السياسي والدستوري وبناء دولة الحق والقانون. اليوم هذه الشكاية المرفوعة ضدي هي ليست من شخص، نحن واعون ذلك. لماذا؟ تابعتم الجدل والنقاش الذي كان في البرلمان، قالوا بأن الجمعيات تمارس الابتزاز وأن رؤساء الجمعيات فاسدين ومرتشون وراكموا الثروة وما شابه ذلك، بل أحد قال بأنه كاين واحد تنعرفوا ما تيملك حتى الصندالة ولا لاباس عليه ضرب. ومرروا المسطرة الجنائية المادة 3 و7 لإغلاق قوس معركة مكافحة الفساد ومنع المجتمع من المساهمة في تخليق الحياة العامة ومواجهة الفساد. بل أكثر من ذلك، وهذا الخطير، أن التغول وصل إلى المساس بصلاحية النيابة العامة والمس باستقلاليتها وتقييدها في مجال السياسة الجنائية فيما يتعلق بجرائم المال العام. اليوم في المسطرة الجنائية هناك فئتين من المغاربة: 265 266 267 268 من المسطرة الجنائية. هادو ملي كنبغيو نحاكموا المستشارين الملك او الوزراء او القضاة او بعض المسؤولين، كاينه واحد المسطرة خاصة، واحد المسطرة خاصة للبحث والتحقيق، مسطرة خاصة للبحث والتحقيق. اليوم زادوا فئة ديال المنتخبين غتولي عندهم حتى هما مسطرة خاصة ديال البحث وديال المتابعة، وغادي يبقى عامة الشعب عنده الكوميسارية. شديتي درتي شي حاجه انت ولا انا ولا اي واحد تعيطوا لك بوليس تيهزوك في الصافي تمشي للكوميساري تيحقوا معاك تيجيبوك للمحكمه. عليه ان يواجه هذه الحقيقه بنوع من الجرأة والشجاعه والوضوح. اما نحن
فلا الترهيب يمكن أن ينال منا، ولا الضغوط ولا التهديدات يمكن أن تنال منا. وهناك أشخاص سبقوه جربوا هذه الأساليب، جربوا معنا هذه الأساليب ولم يفلحوا فيها. ولذلك عليه أن أقول له هو ومن يقف خلفه ومن يدعمه ويشجعه في الذهاب في هذا المسار أنهم لن يفلحوا في ترهيبنا وفي حشرنا في الزاوية وفي التضييق علينا. نحن مناضلون أحرار ولسنا لصوص، نحن مناضلون شرفاء ولسنا مفسدين، نحن نناضل من أجل هذا الوطن. ليست لنا أي حسابات مع أي جهة، وليست لنا أي نوايا سيئة تجاه أي شخص أو أي طرف. نحن نناضل بكل موضوعية وبتجرد وبكل نزاهة وبوضوح وبدون مغامرة وبدون مزايدات وبدون أي تطرف. لماذا؟ لأنها لا نريد أن نسمع غدا المغرب يسير بسرعتين. مستشفيات اليوم العمومية لاحظتم ما وقع في أكادير، لاحظتم أن اليوم الناس تعبئ لاحتجاج على أوضاعية المستشفيات العمومية. بلد يريد أن ينظم كأس العالم وينفق أموال طائلة جدا ومستشفياته العمومية وبعض هذه المستشفيات تسكنها القطط. هذا يفضح وجهنا أمام العالم. أيضا هناك قرى نائية اليوم، قرى وبوادي تعاني من الجفاف، يقلبوا باش يحفروا بير ما عندهم باش يحفروا بير. هناك اليوم أطفال باش تنقلوا من 2023 اليوم سنتين ما زلنا لم نعالج تداعيات الزلزال. هذه النخبة اليوم تستعد للعودة للانتخابات وتستعد لترشيح أبنائها وأصدقائها ومقربيها، حيث ملي تيقولوا لهم انتم عيقتوا رجعوا للنور الداخلي اليوم. الدولة اليوم عيات معهم. علاش عيات معهم؟ لأن هؤلاء تغولوا وأصبحت لهم شبكات معقدة، وأصبحت الدولة تجد معهم نفسها صعوبة أن يتواروا إلى الخلف. كاين اليوم اللي تيقول لهم انا سيلا بغيت نرجع للنور غنزيد ولدي، غنزيد بنتي، غنزيد صاحبي، وهذا الشيء اللي دايرين دابا. وحنا بغا يحضروا علينا، بغا يمارسوا علينا واحد النوع من الخبره، واحد النوع من التصنت. علاش؟ حيت كنبان لهم حنا غير زايدين، حنا غير جمهور. راه وزير العدل قال لهم، قال لنا هذا المال العام ماشي ديالكم، راه ديال وزاره الداخليه. واش شفتوا الشجاعه فين وصلت هاد الناس؟ قال لك هذا المال العام ماشي ديالكم، علاش بغيتي تدافعوا عليه؟ راه ديال وزاره الداخليه. يعني راه ما كتخصش حنا ضرائب ما تحاش. بمعنى كاينه واحد النخبه هنا كتنظر المغاربه على انهم مجرد جمهور لا حقوق له، الا انتقد ولا دواء غنصيفطوه للمحكمه. التشهير، توزيع معطيات كاذبه او وقائع كاذبه وغير ذلك. اذا حنا كنقولوا اليوم ان الفساد تغول واستشرى. 50 مليار ديال الدرهم تكلفت الفساد في المغرب. الرشوه استفحلت. الناس اليوم تعاني امام غلاء الاسعار وضعف القدره الشرائيه وثقل الضرائب، ويريدون ايضا ان يتعايش المغاربه مع الفساد ومع الجفاف ومع الفقر، وفي نفس الوقت يريدون ان لا يتحدث اليهم احد. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاهدة الفيديو والضغط على زر الإعجاب. نحن مناضلون وسنبقى على العهد وسنناضل وسنواجه الفساد وسنفضح لصوص المال العام والمفسدين، وسنمارس كل الوسائل المشروعة لفتح هذا الفساد والمطالبة بمحاكمة هؤلاء اللصوص ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. أحييكم على هذا الحضور وأشكركم. والجلسة 31/10 نعدكم على أننا سنسطر خطوات نضالية أخرى لمواجهة هذه الانتكاسة الحقوقية، وفي نفس الوقت لمواجهة التضييق على حماة المال العام وعلى المبلغين عن الفساد. شكرا لكم أيها الأحرار، أحييكم ونضرب لكم موعدا آخر وأشكركم. وأنا معتز ومسرور وفخور بهذا الحضور المشرف. هذا عربون وشهادة وفاء وتقدير لنا. أحييكم جميعا. هذا دليل على أن المغاربة
واعون اليوم ويعرفون أن الفساد فعلا معضلة حقيقية.